خليني في النص. خليني في النص. روكي يا جماعه كانت زعلانه مني وانا بصراحه قدامكم دلوقتي من الاخر يعني، وبصراحه قدامكم دلوقتي بقول لها يا روكي ما تزعليش مني، مع ان انا مش غلطان على فكره وانا متنطط عليها. غلطان غلطان، ده لسه بقول لك يا حبيبي عشان انت فاجئتني وانت بتصالحني على الهوا. ورد هنا وشوكولاته يا ابني. ملك الجمال بس. مين ايه بقى؟ موضوع ايه؟ ان انت بتلفي اللفه البروتة مش قادره ابطلها. ليه؟ والله ما قادره ابطلها. اما اتجوز بقى. ربنا يوعدك بنت الحلال. قولي يا رب، قولي يا رب. ليه موضوع مستحيل؟ عشان انت مش حاجة. ما روكا هي اللي اتجوزت. انا هنلاقي له حد هو ابن حلال وهنلاقي له حد كده يلمه بقى شويه بقى نتجوز نسوي كتير. طب بذمتك ترضاها لي؟ ترضاها لي؟ ترضاها لي؟ ترضاها لي يا روكي؟ اخبارك ايه يا روكي؟ والله وحشاني جدا. سنه بحالها يا روكي. قدرت تبعد عني سنه؟ لا يا سنه، انا عديتهم سنه وشهرين وثلاث ايام واربع ساعات. يا شيخ لا خلاص مش زعلانه منك ولا انت الفرق معاك. انا عايز اقول لك حاجه، كنت بقول لشيري من كام يوم روكي قلبها ابيض تقريبا اللي كانت بتوصلني ان انت بتفحي كلام كويس. لا انا بقول من وراكي في اي حته. لا في ناس مش بيبقوا سالكين. لا انا ماليش دعوه بالناس بيوصلوا العكس. لا بصي انا هقول لك على حاجه، انت عارفه انك ما بزودش حاجه من ورا حد، بس لما بتعصب برجع حد ثاني عادي. بس عليا ايه؟ يعني انت اختك الكبيره مثلا اعاملك ان انت الكبيره وانا الصغير؟ استني بقى تتعاملي ان انت الكبير وانا الصغير؟ ماشي يا شوجر مامي. يا ابني احنا واثقين في نفسنا كده ايه؟ بس شوجر مامي صغنطوطه قوي، انا عندي 30 سنه على فكره. انا اكبر منك بس انت خلاص ما هو انت لا تعامليني ان انا اكبر منك، لا انت تعامليني انا عاملك ان انت اكبر مني. اختاري حاجه من الاربعه. اختاري بقى. روكي لو انت اتجوزتي في الكوشه وجوزك عرفت ان هو كان بيحب واحده وهي موجوده في الفرح، هتعملي ايه؟ لا ما انا خلاص اتجوزت مرتين مثلا، هتعملي ايه فيه؟ هو جنبك على الكوشه دلوقتي وشايفاها قدامك، هتعملي ايه؟ غير ان انت هتقعد تسيبي الفرح عشان تنزلي للبوفيه، دي حاجه ثانيه. انا عارف الموضوع ده خالص. لا عادي هقوم اخدها بالحضن واسلم عليها عادي تنور، ما كده هي مش في حياتي. على رايك. وبعدين معلش هو جنبي خلاص مش شايف حد. اوبا لا ده حقيقي. ايه؟ ده حقيقه. يا ابني هات لي اي حاجه بنادول، اي حاجه بنادول بس ما اجيبش البوس، سوري يعني. بنادول، عايز بنادول انا. ما البوس ده هحطه لك في ودنك. لا ده للاطفال، مش بتاع الكلام ده، بهزر طبعا. ودني. لا والله يا روكي انت، انا مبسوط ان انا شفتك النهارده. انا لكم يا جماعه انا شفت روكي من اول ما دخل بس كنت شغال، كنتش عايز اصالحها غير قدام الكاميرا، ان انا اقول لها انا بصالحك يا روكي وانت حبيبتي وقلبي من جوه بجد والله. الف مبروك. خلي بالكم بقى احنا هنروح عند عم صبحي كابر، هنروح ناكل عنده، هنخرب الدنيا عنده. فين وراجع؟ ايه؟ اما اصلح العربيه والطياره. يا دي الطياره اللي من يوم ما عرفتك واتخانقت. لا انا العربيه وانت لسه بتعرف والعربيه بتاعتي من شهر طارت، العربيه كلها طارت والله. انا طلعت سليم. عين دي مش عين، ده انا عايز اقول لك حاجه ثانيه. مع بعض في اخر ايه ده؟ طلع العربيه وقفت ساعتين. ايوه بس شفتي بقى، يعني انت لو معانا كان زماننا رحنا في 60 ثانيه. ايوه بس خلي بالك روكي بقى لما تبقى معايا ما يحصلناش حاجه. ما اعرفش، من عند ربنا كده. فاكره؟ موضوع الساحل لما خدت الميكروباص وجريت بيكو. كنا مره يا جماعه كنا في اسكندريه في الساحل، ومره ايه سابت السواق نايم وراحت واخده الميكروباص والبنات، وراحت واخده الميكروباص سلمى. سلمى
سلمى انا بوجه لها ان هي من اكتر الناس اللي انا بحبهم والله. سلمى من الناس الجميله. سلمى المشهد دي بصراحه يعني واحده اختنا وصديقتنا الجميله، وان شاء الله الساحل السنه دي يا جماعه هيبقى ان شاء الله. ربنا كانت لسه والله معلقه لي كومنت بيقول وحشني ان احنا نروح الساحل سوا. يا رب تعمل ايفنت ان شاء الله. انا كينج الساحل، انا ملك الساحل يعني خاربها على طول. انا عارف على طول بالبيت. لا انا بروح الجيم عادي واخد على كده. فاكره ما كان عايز يفتح ايه اللايف. يلا انتوا رايحين فين؟ مروحه بس مروح. طيب يلا ربنا يوفقكم. شكرا يلا خد صاحبتك. يلا يا لهوي تعالي يا روكي. يلا سلام عليكم.